قبل ما أبدأ حكايتي اسمعوني للآخر كويس، لأنه كل تفصيلة صغيرة في القصة دي كان ليها دور كبير في اللي حصل بعد كده. يمكن تحكموا عليا بسرعة، لكن لما تعرفوا البداية هتفهموا أنا وصلت للمرحلة دي إزاي. أنا ست عندي 38 سنة، اتجوزت قبل كده جواز تقليدي زي أغلب البنات، وحلمت بالبيت والهدوء والاستقرار. لكن بعد سنين من المحاولات اكتشف جوزي إني مش بخلف. من ساعتها المعاملة اتغيرت، والكلام الحلو بقى جاف، والنظرات بقت فيها عتاب صامت، لحد ما في يوم قالها صريحة: أنا عايز طفل. وبعدها حصل الطلاق. الطلاق ما كانش بس نهاية جواز، كان كمان كسر في نفسي. حسيت إني ناقصة، وإن الزمن بيجري وأنا واقفة مكاني. لكن ما كانش عندي رفاهية الانهيار. أبويا كان كبير في السن ومش قادر يشتغل، وأختي لسه في الجامعة. كان لازم أكون أنا السند. قررت أسافر الإمارات وأبدأ من جديد. الغربة ما كانتش سهلة. سكنت في بارتيشن صغير وبدأت أدور على شغل. شهرين كاملين بلف من مكان لمكان، أقدم واستنى رد. الفلوس كانت بتخلص والقلق بيزيد، لحد ما ربنا كرمني بوظيفة في كافيه معروف بيقدم مشروبات وشيشة. أنا عمري ما اشتغلت في المجال ده قبل كده، لكن صاحب المكان قال لي: هتتعلمي بسرعة. مدير الكافيه كان مصري في الأربعينات من عمره. من أول يوم لاحظت إنه بيراقبني باهتمام. كان يقول لي إني شكلي مميز، وإن الزباين هتطلبني بالاسم. كنت باخد كلامه على إنه تشجيع، وكنت محتاجة أي كلمة ترفع معنوياتي. بدأت أتعلم الشغل واحدة واحدة. أستقبل الزباين، أظبط الطلبات، أتعامل بابتسامة حتى لو جوايا تعب الدنيا. ومع الوقت فعلاً بقيت معروفة في المكان. لكن المدير كان دايماً قريب زيادة عن اللزوم. هزار خفيف في الأول، تعليقات على شكلي، وقرب في المسافات. مرة دخلت مكتبه أجيب فواتير، عدى من ورايا وخبطني بخفة وهو بيضحك. اتكسفت، لكن ضحكت وعدتها. قلت لنفسي يمكن هزار عادي. كنت خايفة أضخم الموضوع واخسر الشغل اللي تعبت عشان ألاقيه. بس جوايا كان في إحساس بيقول إن الموضوع أكبر من مجرد هزار. اهتمامه بيا كان بيزيد يوم عن يوم، ونظراته كانت أطول من اللازم. وأنا رغم خوفي كنت بحس بحاجة غريبة. بعد 4 سنين واحدة أي اهتمام كان بيحسسني إني لسه مرغوبة. كنت فاكرة إني مسيطرة على الموقف، وإنه مجرد مدير معجب بموظفة جديدة. لكن الحقيقة إن الخطوة الجاية كانت هتغير كل حاجة في حياتي. واللي حصل بعد أول دعوة عشاء منه ما كانش في بالي خالص. بعد أيام من المواقف الصغيرة اللي كانت بتحصل بيني وبينه في الشغل، لقيته فجأة بيقول لي بعد ما خلصنا شفت طويل: إيه رأيك نتعشى سوا برا النهاردة؟ تغيير جو مش أكتر. اتلخبطت. عمري ما خرجت مع مدير قبل كده، وكنت حريصة دايماً أحط حدود بين الشغل وأي حاجة شخصية. حاولت أعتذر بأدب وقلت له إني بصحى بدري للشغل ومش بحب أسهر، لكنه ابتسم وقال: ولا يهمك، هظبط لك الجدول بكرة، خدي راحتك. الكلام كان بسيط، لكن الطريقة كانت واثقة. بعد تفكير قصير وافقت. يمكن لأني محتاجة أخرج من دايرة الشغل والبيت، ويمكن لأني بدأت أرتاح له أكتر ما المفروض. رجعت السكن، غيرت هدومي، وحاولت أختار لبس بسيط بس شيك. كنت ببص لنفسي في المراية وأسأل: أنا بعمل إيه؟ لكن في نفس الوقت كان في حماس غريب. عدى علي بالعربية وخرجنا لمطعم هادي بإضاءة خافتة. الجو كان مريح، والكلام بينا كان سهل بشكل مفاجئ. اتكلمنا عن الغربة، عن تعب الشغل، عن الحياة قبل السفر. لأول مرة حسيت إنه مش بس مدير، لكن راجل بيعرف يسمع. طلب لنفسه شيشة بعد الأكل. لما عرض علي أجرب، ضحكت وقلت له إني عمري ما جربتها. قعد يشرح لي بهدوء وقال لي: آخدها واحدة واحدة. أول نفس خلاني أكح وأدمع، وهو فضل يضحك ويقول لي: أهدى. بعد شوية بدأت أتعود، وحسيت إن الجو بقى أخف. كانت لحظة بسيطة، بس قربتنا من بعض. بقى فيه هزار خفيف، نظرات أطول، وكلام فيه اهتمام واضح. وأنا من غير ما أحس بدأت أستمتع بالاهتمام ده. وإحنا مروحين ما رجعناش السكن على طول.
فضلنا نلف شوية في الشوارع الهادية. فجأة مد إيده ومسك إيدي وهو بيقول: أنا مبسوط إنك وافقتي تخرجي معايا. قلبي دق أسرع. كان ممكن أسحب إيدي، لكن ما عملتش كده. حسيت بدفء غريب وإحساس إني مش لوحدي. من الليلة دي بقى في تواصل أكتر بينا، رسائل صباح الخير، مكالمات بعد الشغل، وخروجات شبه أسبوعية. الغريب إن أنا كمان بدأت أطلب منه نخرج. بقيت أستنى اللحظة اللي نقعد فيها بعيد عن ضغط الكافيه. اهتمامه بيا كان واضح، وكلامه دايما فيه إعجاب مبطن. لكن في يوم لما قلت له نخرج، قال إنه تعبان ومش قادر. ولما قلت له إني ممكن أروح أقعد في أي كافيه لوحدي، رد بسرعة: ليه تروحي لوحدك؟ تعالي عندي نقعد براحتنا. سكت لحظة. العرض كان بسيط، لكن معناه أكبر بكتير. كنت واثقة فيه، بس هل كنت واثقة في نفسي قدام الخطوة دي؟ لأن اللي حصل بعد ما وافقت أروح عنده هو اللي نقل علاقتنا من مجرد خروجات لحاجة تانية خالص. فضلت يومين أفكر في موضوع إني أروح له البيت. جزء مني كان بيقول إن الموضوع عادي، إحنا بنخرج بقالنا فترة وبقينا قريبين. وجزء تاني كان بيحذرني إن الخطوة دي مختلفة، وإنها ممكن تفتح باب صعب يتقفل بعد كده. في النهاية روحت. كان مجهز المكان، عشاء بسيط وإضاءة هادية. قعدنا نتكلم ونضحك زي كل مرة، بس الجو كان أكثر خصوصية. شغل فيلم رومانسي وحضر شيشة، وقال لي إن القعدة في البيت أهدى وأريح من دوشة الكافيهات. كنت متوترة في الأول، لكن مع الوقت التوتر بدأ يخف. قرب المسافات بينا، ما بقاش مجرد هزار زي الشغل، بقى أوضح. مسك إيدي وقربني منه، وقال إنه بقاله فترة حاسس بحاجة مختلفة ناحيتي. قال إني مميزة، وإن وجودي في حياته مريحه بطريقة ما حسهاش قبل كده. الكلام لمس قلبي. بعد سنين واحدة وإحساس بالنقص بسبب الطلاق، كنت محتاجة أسمع جملة زي دي. حسيت إني مرغوبة، وإن في حد شايفني ست كاملة مش ناقصة حاجة. وفجأة سألني عن سبب طلاقي الحقيقي. حاولت أهرب من السؤال، لكن في الآخر قلت له الحقيقة: إني ما بخلفش. سكت شوية، بصلي بنظرة صعب أفهمها، وبعدها قال حاجة ما كنتش متوقعة. قال إنه متجوز في مصر وعنده أولاد، لكن مش مرتاح في حياته. وقال إنه شايف إني ممكن نتجوز هنا في دبي ونعيش سوا من غير ما حد يعرف. جواز بينا إحنا الاتنين، بعيد عن المشاكل. الكلام نزل عليا تقيل. فكرة إني أكون زوجة في السر كانت مرعبة، لكن في نفس الوقت مغرية. أنا عندي 38 سنة، وتجربة فاشلة ورايا، وفرص قليلة قدامي. هل أرفض وارجع لوحدتي تاني، ولا أقبل وأعيش اللحظة؟ قضيت الليلة دي في صراع داخلي. هو كان بيأكد لي إنه حيعاملني كويس، وإنه شايفني شريكة حياة مش مجرد نزوة. وفي لحظة ضعف وافقت. كتبنا ورقة بينا واعتبرنا نفسنا متجوزين. في البداية كان اهتمامه مضاعف، مكالمات أكتر، اهتمام أكتر، كلام عن مستقبل مشترك. حسيت إني أخيراً لقيت حد اختارني. بس مع مرور الوقت بدأت ألاحظ تغييرات صغيرة. لما أفتح موضوع توثيق الجواز رسمي يتهرب، يقول مش دلوقتي، أو اصبري شوية. في الشغل بقى رسمي قدام الناس زيادة عن اللزوم، كأنه بيحط مسافة. الإحساس بالأمان اللي كنت حاسة بيه بدأ يهتز. بقيت أسأل نفسي: هو فعلاً شايفني زوجة، ولا مجرد راحة مؤقتة في الغربة؟ وفي يوم قررت أواجهه بصراحة وأسأله: إحنا حنفضل كده كتير، ولا ناوي تاخد خطوة حقيقية؟ الرد اللي سمعته بعدها هو اللي خلاني أعيد التفكير في كل حاجة من أول ما قابلته. لكن يا ترى كان صريح معايا فعلاً، ولا أنا اللي كنت شايفة اللي عايزة أشوفه بس؟ بعد ما سألته بصراحة عن الخطوة الرسمية، سكت شوية وبص بعيد. اللحظة دي كانت أطول من أي كلام ممكن يتقال. كنت مستنية منه جملة تطمني، وعد واضح، أي حاجة تثبت إن اللي بينا ليه مستقبل حقيقي. لكن اللي قاله كان مختلف. قال لي بهدوء: أنا مش عايز أخسرك، بس مش هقدر أعلن الجواز دلوقتي. ظروفي معقدة، وبيتي هناك مش مستحمل مشاكل. الجملة دي وقعت علي كأنها إنذار. لأول مرة أحس إن الصورة اللي رسمتها في دماغي بدأت تتكسر. هو عايزني، بس بشروطه. عايزني قريبة، مهتمة، موجودة،
لكن من غير اسم قدام الناس. حاول يبرر، قال إنه بيحبني وإنه وجودي مريحه وإنه شايف فيا حاجة مميزة. لكن لما سألته يعني أنا إيه في حياتك؟ ما كانش عنده إجابة واضحة. بدأت ألاحظ تغييرات أكتر بعد المواجهة دي. خروجاتنا قلت، مكالماته بقت أقصر، في الشغل بقى رسمي زيادة عن اللزوم، كأني في خط فاصل رجع يتحط بينا، وأنا بقيت حاسة إني أنا اللي بتمسك أكتر. رجعت السكن في ليلة طويلة جداً، وقعدت مع نفسي لأول مرة بصدق. سألت نفسي، أنا وافقت ليه من البداية؟ عشان أحبه؟ ولا عشان خايفة أفضل لوحدي؟ الحقيقة المؤلمة إني كنت محتاجة للإحساس إني مرغوبة. كنت محتاجة أحس إني في راجل شايفني كاملة، رغم فكرة إني ما بخلفش. لكن هل الإحساس ده كفاية أعيش في الظل؟ أنا ست سافرت واشتغلت وتعبت عشان تبني نفسها. هل أقبل أكون علاقة سرية؟ هل أعيش مستنية يوم يمكن عمره ما يجي؟ تاني يوم كلمته وقلت له بهدوء، أنا مقدرة ظروفك، بس أنا مش هقدر أفضل كده. يا إما نثبت علاقتنا بشكل واضح، يا إما كل واحد يمشي في طريقه. حاول يهديني، قال لي أستنى وإنه محتاج وقت. لكن لأول مرة كنت ثابتة، مش بعصبية، مش بدموع، بثبات. دلوقتي أنا في مفترق طرق، قلبي لسه متعلق بيه ومش سهل أرجع للوحدة من تاني. لكن كرامتي بتقول إن الحب اللي يستخبى عمره ما يكون كامل. يمكن أخسر وجوده في حياتي، ويمكن أوجع شوية، لكن يمكن كمان أكون بحمي نفسي من وجع أكبر قدام. والسؤال اللي مش سايبني، هل أستنى وأغامر بسنين تانية من عمري، ولا أقفل الباب دلوقتي واختار نفسي؟ لو كنت مكاني، تختاروا الحب الناقص ولا الكرامة الكاملة؟ قعدت أسبوع كامل بعد آخر مواجهة بيننا وأنا عايشة في دوامة. هو بيكلمني عادي كأني مفيش حاجة حصلت، وأنا برد لكن جوايا ألف سؤال. كنت مستنية منه خطوة تثبت إن كلامه عن الحب مش مجرد كلام. لحظة، لكن الخطوة ما جتش. في الشغل بقيت أراقب تصرفاته بهدوء. لقيته طبيعي جدا قدام الناس، ضحك وهزار مع الكل، لكن معايا بقى حذر. مفيش قرب زي الأول، مفيش نظرات طويلة، كأن العلاقة اللي بينا بقت ملف سري بيتفتح وقت ما هو يحب ويتقفل وقت ما هو يحب. في يوم سمعت صدفة مكالمة بينه وبين حد من صحابه، كان بيقول الدنيا ماشية تمام بس مش عايزين وجع دماغ. الجملة دي علقت في دماغي. يمكن ما كانش يقصدني مباشرة، لكن حسيت إني أنا وجع الدماغ اللي هو مش عايزه. ساعتها بس فهمت إن الراجل اللي كنت مستنياه ياخد مخاطرة عشاني عمره ما كان ناوي يخاطر فعلاً. رجعت البيت الليلة دي وبصيت لنفسي في المراية طويل. سألت نفسي، هو أنا قليلتي لدرجة أقبل أكون اختيار تاني؟ هو أنا خوفي من الوحدة أكبر من احترامي لنفسي؟ افتكرت كل حاجة، طلاقي، سفري، تعبي، شغلي، السنين اللي عدت وأنا بحاول أثبت إني قوية. هل كل ده يضيع عشان أفضل مستنية راجل مش قادر يقول اسمي قدام الناس؟ تاني يوم طلبت أقعد معاه في مكان هادي. كنت متوترة لكن كنت جاهزة. قلت له بهدوء، أنا استنيت وفهمت ظروفك، بس أنا محتاجة راجل واقف جنبي، مش مستخبي ورا ظروفه. أنا مش ضدك، بس ضده إني أعيش نص حياة. حاول يقنعني تاني، قالوا إن الأمور محتاجة وقت وإنه مش عايز يخسرني، لكن المرة دي أنا اللي كنت شايفة الصورة كاملة. اللي عايز حاجة فعلاً بيعملها مش بيأجلها. قلت له جملة واحدة وأنهيت الكلام، أنا بستاهل أكون علن مش سر. وسبت المكان ومشيت. كان القرار صعب، بكيت أيام واشتقت له واتكسرت لحظات، بس مع كل يوم بيعدي كنت بحس إني باخد نفسي بإيدي ورجعها لمكانها الصح. الوحدة مش سهلة لكن الأصعب منها إنك تعيشي مع حد مش شايف قيمتك كاملة. دلوقتي أنا لسه في الإمارات ولسه بشتغل ولسه بحاول أبني نفسي. يمكن الحب يجي تاني ويمكن لأ، لكن المرة الجاية مش هقبل أكون اختيار احتياطي، لأنه الست اللي عدت بكل ده تستاهل تكون الحكاية الأساسية، مش فصل سري في حياة حد. والسؤال ليكم بقى، هل الحب من غير وضوح يستاهل نتعلق بيه؟ ولا أوقات الفراق هو بداية النجاة؟